مقولة مشهورة بتقول يقود القدر من يتبعه ويجر من يقاومه، وتاريخ 22 مايو 2010 أثبت لينا الجملة دي وأثرها في حياة مورينيو. بعد ما قرر الثنائي رومان ابراموفيتش ومورينيو ان الواجهه اللي جايه لمورينيو هتكون خارج الدوري الانجليزي احتراما لتاريخه مع النادي اللندني، كان لازم مورينيو يحدد واجهته اللي جايه واللي كان معروض عليه عدد من الانديه، لكنه اختار انتر ميلان. I don't need anybody from outside to establish the challenge for myself. I established the challenge for myself. انتر ميلان حاله ما كانش يفرق كتير عن تشيلسي، هو برضو البطولة الأهم عنده تشامبيونز ليج، وده بعد ما قرر النادي إقالة مانشيني رغم تحقيقه معاهم ل3 دوري على التوالي، وتصريحات ماسيو موراتي رئيس الانتر وقتها اللي كانت عكس كده لما قال سيبقى مانشيني، لا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن ذلك. Michael la mette sul secondo palo, Zlatan Ibrahimovic, è lui l'uomo della storia, è lui l'uomo della storia per l'Inter. علشان كده بيجي مورينيو بيحاول يصلح اخطائه في تشيلسي لما بيقرر التعاقد في اول سنه ليه مع كواريزما من بورتو ب 24 مليون، ومانسيني من روما ب 13 مليون، ومونتاري ب 14 مليون، وكريسبو اللي ناجح انه يتعاقد معاه في صفقه انتقال حر. ولكن رغم ال4 صفقات دول انت لسه في صفقه عايز يتعاقد معاها وبشده، وهو فرانك لامبرد اللي كان مورينيو شايف انه محتاجه معاه في مهمته الجديده. وفعلا الصفقه كانت قريبه قوي انها تحصل، لكنها بتفشل بسبب وفاه والده اللاعب لامبرد، وده واضح اكتر لما طلع لامبرد في 2010 وقال يعلم الجميع انني كنت قريبا جدا من الانتر قبل عامين وكان العرض مميز، ولكن بعد وفاه والدتي لم اكن اعرف ماذا افعل. وده شكل خيبه امل كبيره عند مورينيو، ولكنه موقفوش، وفعلا مؤتمر صحفي في الثاني قدروا انه يكسب حب الاعلام والجماهير، وده لما كان بيسالوا صحفيين عن لامبرد وقرر انه يرد عليهم بالايطاليه ويهزر معاهم. وفعلا بيبدأ الموسم في الدوري بشكل ممتاز، وبينجح في أول 4 ماتشات يطلع بتعادل و3 انتصارات، ولكن الجمهور والإدارة ما كانوش منبهرين قوي، لأن الكل عارف إن مورينيو جاي علشان البطولة الأهم للنادي والجمهور وهي بطولة دوري الأبطال. الانتر بيقع في مجموعة سهلة نسبيا لما بيقع معاه في المجموعة فيردر بريمن الألماني وباناثينياكوس اليوناني وفريق من قبرص اسمه انورسوسيس. ورغم سهولة المجموعة ولكن الانتر بيفنش مجموعته في المركز الثاني بعد باناثينياكوس ب8 نقط من فوزين وتعادلين، ودي كانت نتائج مخيبة للأمال شوية للجمهور. لكن على مستوى الدوري في نفس الوقت كان الفريق ناجح جدا في انه يفضل في الصدارة ويكسب الدوري الرابع ليه على التوالي، ولكن ده ما كانش مهم خالص للنادي، كل الناس كانت مركزة مع دوري الأبطال. القرعة بتوقع الفريق مع مانشستر يونايتد في دور ال16 بقيادة السير وفريق من النجوم، وبيتعادل سلبيا الفريقين على ملعب الانتر في مباراة الذهاب، ولكن في مباراة العودة بيفشل مورينيو انه يتخطى اليونايتد وبيخسر في الأولد ترافورد بثنائية نظيفة. 2-0 كريستيانو رونالدو. خسارة كانت مخيبة للأمال ووجهت شكوك كتير حوالين مورينيو اللي بيفشل للموسم الرابع على التوالي في تحقيق الأبطال. الأسئلة بدأت، هل فعلا مورينيو مدرب كبير ولا هو صاحب معجزة الموسم الواحد؟ الإدارة هنا قررت الصبر لموسم كمان على مورينيو اللي قعد مع الإدارة وكان طلبه الأول منهم مدافع واحد وهو كارفاليو من تشيلسي، وده لأنه عايز يلعب بخط دفاع متقدم ومش هيساعده في ده غير مدافع موهوب زيه. وبعد محاولات كتير من الانتر مع تشيلسي بيرفض كل العروض علشان المدير الرياضي في الانتر في الوقت ده ماركو برانكا بيقترح على مورينيو مدافع بايرن ميونخ لوسيو، وفعلا بينجح النادي في التعاقد معاه بصفقة وصلت ل7 مليون يورو. برشلونة في الوقت ده بيفاجئ الكل وبيطلب التعاقد مع ابراهيموفيتش مهاجم انتر ميلان وقتها مقابل سامويل ايتو و46 مليون يورو، والإدارة بتوافق وبتستغل المكسب المادي ده في التعاقد مع لاعبين مهمين جدا وهو تياجو موتا ودياجو ميليتو بصفقتين كان مجموعهم 38 مليون و200 ألف يورو. وبتستغل إدارة الإنتر التدعيمات الكبيرة اللي قام بيها ريال مدريد في الفريق في الوقت ده علشان يخطفوا منهم شنايدر في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون يورو، وده كان في آخر أسبوع من الميركاتو. وفعلا بيثبت شنايدر أهميته الكبيرة كلاعب، وده بعد ما ظهر مع الإنتر في ديربي ميلان في الجولة
الثانية من الدوري من غير ما يشارك في ولا حصة تدريبية واحدة، وبيساعد فريقه في انه يكسب الغريم التقليدي اي سي ميلان بنتيجة تاريخية وهي 4-0. ولكن احنا اتفقنا ان الدوري مش مهم قوي بالنسبة للنادي في الموسم ده، البطولة الأهم هي دوري الأبطال. ولكن على المستوى الأوروبي لما نيجي نشوف الأربعة مرشحين للبطولة بنلاقي ان انتر أصلا ما كانش منهم، وهم تشيلسي وبرشلونة ومدريد واليونايتد، وده بسبب معدل الأعمار المرتفعة جدا عن الانتر وقتها، واللي كانت معظم اللعيبة في الثلاثينات. ولكن مورينيو نجح انه يحول العيب ده لميزة، والسبب لتشجيع اللاعبين بان ده موسمهم الأخير لتحقيق الإنجاز التاريخي لنفسهم وللنادي. وفعلا بعد أول 3 ماتشات في مجموعته في دوري الأبطال اللي انتهوا كلهم بالتعادل، المجموعة اللي كان فيها برشلونة ودينامو كيف وروبن كازان، بينجح مورينيو انه يكسب ماتشين من ال3، وبيصعد الانتر في المركز الثاني ب9 نقاط بعد برشلونة علشان القرعة توقعه في دور ال16 مع فريقه السابق تشيلسي. وبيستغل مورينيو حفظه للاعيبي تشيلسي، وبيقدر انه يكسب في الذهاب والاياب بمجموع الماتشين 3-1. علشان يخرج مورينيو بعدها ويقول هذا الانتصار جعل اللاعبين يشعرون انهم قادرون على تحقيق البطولة. وبيقابل في دور الربع النهائي النادي الروسي سيسكا موسكو اللي بيكسبوا مورينيو الماتشين بنتيجة 1-0 في الذهاب وزيها في الاياب، ويصعد بفريقه لدور نص النهائي. وهنا بتكون اللحظة الحاسمة لما بيقع امام برشلونة، الفريق اللي قلنا عليه من الاربعة المرشحين من قبل البطولة. ده غير ان انتر مورينيو ما نجحش انه يكسبهم في الماتشين اللي كانوا في دور المجموعات لما الماتشين انتهوا تعادل وهزيمة، علشان يدخل مورينيو والانتر اللقاء بتركيز كبير انهم في مواجهة فريق صعب وفي مواجهة مهاجمهم السابق ابراهيموفيتش. وهنا القدر بيدخل وبيحصل في الوقت ده ثوران بركان في ايسلندا، وده اللي خلى كل الرحلات الجوية في الوقت ده تتلغي. وهنا كان لازم على فريق برشلونة انه يسافر من اسبانيا لايطاليا على الطريق البري بالحافلة، واللي قطعت مسافة اكتر من 1000 كيلومتر، وده اللي اثر بشكل كبير على حالة الفريق ومجهوده خلال اللقاء، علشان يبدأ اللقاء ويكسب الانتر بنتيجة 3-1 باهداف شنايدر ومايكون وميليتو، علشان يبقى الانتر ومورينيو على بعد خطوة وحيدة من الوصول للنهائي والرد على كل الأسئلة اللي كانت مطروحة في بداية الموسم. وفي مباراة العودة كان اللقاء صعب جدا، وبعد طرد تياجو موتا في الدقيقة 28 المباراة ازدادت صعوبة، الطرد اللي خلى واحد زي صامويل ايتو باسمه الكبير كمهاجم يكمل الماتش كظهير. وبتمر الدقايق وبينجح بيكيه في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة، ولكن الوقت ما كانش كافي عشان برشلونة بيب يعادل النتيجة، وبتنتهي المباراة بمجموع 3-2. الجدار الصلب مستمر، والجدار الصلب يكسب، الجدار الحديدي الدفاعي يجري مع مورينيو، ويتأهل الانتر إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال. علشان يخرج مورينيو بعدها في تصريح مثير للجدل ويقول هذه الخسارة هي أجمل خسارة في حياتي. وبيصعد الإنتر للنهائي في مفاجأة كبيرة على المستوى الأوروبي. على المستوى المحلي الإنتر كالعادة بيظهر تفوقه الكبير وتصدره للدوري على الرغم من المنافسة الكبيرة من روما في الموسم ده، علشان في المباراة الأخيرة والفاصلة أمام سيينا بينجح الإنتر إنه يكسب الماتش والدوري الخامس على التوالي في رقم وإنجاز كبير جدا. منافسة روما ما كانتش في الدوري بس، ده كان الطرف الثاني في نهائي كأس إيطاليا اللي كانت مثيرة للجدل بشكل كبير، واللي نجح فيها بعد 40 دقيقة إن يسجل الإنتر الهدف الأول عن طريق ميليتو، علشان تكمل المباراة بنفس النتيجة لحد الدقيقة 88 في الوقت اللي كانت روما فيه بتحاول التعادل ومحتاجة لكل لاعب في الفريق. بيعمل توتي تدخل غريب جدا بيحصل فيه على طرد علشان يسهل مهمة الانتر في الدقائق المتبقية، وفعلا بينجح الانتر بالفوز بكاس ايطاليا علشان تكون البطولة الثانية ليه الموسم ده، وبيبدأ التفكير في الثلاثية والبطولة الأهم. ولكن في انتظار انتر كان في بطل ألماني كبير وهو البافاري بايرن ميونخ بقيادة فانخال، وتشكيلة بأسماء كبيرة من مولر وروبن وشفاينشتايجر ولام، ده في ظل غياب ريبري بسبب الإيقاف. علشان في 22 مايو 2010 وبالتحديد في ملعب السانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد بتكون نقطة البداية لأهم حدث في تاريخ مورينيو والإنتر في ال5 سنين الأخيرة. الإنتر والبايرن بيدخلوا اللقاء وعينهم على نفس الهدف وهو تحقيق الثلاثية. الإنتر بتشكيلة كاملة بدون غيابات عكس البايرن اللي غايب من عنده نجم من نجوم الفريق زي فرانك ريبري. وفي الدقيقة 35 بيظهر رجل الفريق الأول في الفترة دي الحاسم دييجو ميليتو علشان يسجل الهدف الأول للإنتر. ومش بيكتفي بكده، ميليتو في الدقيقة 70 بينجح إنه يسجل الهدف الثاني علشان يأكد حصول الإنتر على البطولة الغايبة من سنين وتحقيق الثلاثية التاريخية للجيل الذهبي.
أنت الكبير، أنت العريس، مبروك لإنتر ميلانو. أيها الجوزي، أيها المترجم الكبير والمساعد الكبير والمدرب الأكبر. الماتش بينتهي والرد بيكون واضح للكل، مورينيو مش مجرد مدرب عادي، مورينيو هو الاسم الأبرز وقتها في العالم، وبشكل طبيعي الاسم الأكبر والأبرز بيروح للنادي الأكبر. وهنا بتظهر الجملة اللي قلناها، وهو يقود القدر من يتبعه ويجر من يقاومه، لأن القدر زي ما ساعد مورينيو في إنه يكسب برشلونة في نص النهائي هو اللي ساعده في إن النهائي يكون في ملعب ريال مدريد علشان يتفرج على ماتش بيريز رئيس ريال مدريد ويشوف تفوق مورينيو الواضح في الوقت ده. بيريز بيخلص الماتش وبيقرر يقابل مورينيو في ملعب النهائي اللي هو ملعب ريال مدريد، ويقول له جملة واحدة: تحب تكون المدير الفني الجديد للملكي؟